السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. فيديو النهارده هو فيديو لبعض الحاجات اللي احنا بنستخدمها في تنظيف البي سي بتاعنا. بص يا سيدي، ناس كتير لما تيجي بتنظف الجهاز الكمبيوتر بتاعها او الكيسة او البي سي بيستخدموا حاجات كتيرة. ممكن يستخدم البلاور. طبعا البلاور ممتاز فعلا، بس البلاور يعني تكون حذر وانت بتستخدمه شوية. وفي ناس تانية ممكن بتستخدم فرشة الأسنان زي ما انت شايف كده. افضلهم بصراحة في التعامل هو الفرشة الموجودة قدام حضرتك دي. ليه بقى؟ لان الفرشة دي الشعيرات بتاعتها اصلا يعني بسيطة جدا جدا جدا. هي شعيرات اصلا كتان او حاجة زي كده، بس هي بسيطة قوي. يعني مهما تعمل في البوردة بتاعتك، مهما تنظف فيها مش بيحصل اي تلف للبوردة. مفيش اي سي بيتحرك من مكانه، مفيش اسلاك يعني تتنقل من مكانها او تغير اتجاهها. الحاجات دي كلها ممكن تأثر على الكيسة بتاعتك او البي سي بتاعك، وممكن تحرقه اصلا في بعض الاوقات. انا قبل كده كنت شغال بالبلاور، البلاور ده عملت بيه مشكلة قبل كده. فاللي قدامك دي ممتازة جدا في التنظيف يا باشا. لو عايز تنظف بكفاءة ممكن تستخدم دي في الاول خالص، تمام؟ اللي هو انت ايه، بتخفف الدنيا او بتعمل عملية مثلا تبديد او بتدوب يعني التراب، الكيسة بتبقى سحباه مثلا. او الحاجات دي كلها دي برضو ممتازة في كده. وبعد كده تستخدم البلاور بس تبقى حذر شوية. طبعا تنظيف الشاشات برضو دي بتنظف الشاشات، وهقول لك بتنظف ايه في الشاشات. انت عندك مثلا الشاشه بتاعت البي سي بتاعي، الداير كده من تحت، الفريم داير ما يدور كده، مش بتعرف توصل له. فالفرشه دي بتكون يعني حل ممتاز جدا في التنظيف بالشكل ده، تمام؟ برضو ممكن في لوحة المفاتيح معظمنا مش عارف انها بتتنضف. لا، لوحة المفاتيح بتتنضف. وطبعا بمرور الوقت بتلقى الزرار بتاعتها يعني الاستجابة بتاعتها بتبقى بطيئة. فلوحة المفاتيح انت بتنضفها كده مثلا فوق وتحت وشمال ويمين، وبتيجي تقلبها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وتخبط على خطتين ثلاثة خفاف من ورا كده، بتبدأ ان حضرتك تنضف. ده كان فيديو بسيط كده، حبيت ان انا اشاركه معاك واوريك ايه اللي احنا بنستخدمه في التنظيف للقطع الالكترونية بقى بصفة عامة. فدي حاجة بسيطة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.